الله اكبر ومليون مبروك يا زملكاويه، وايه العظمه دي كلها؟ ايه يا ابني بسم الله ما شاء الله. ما بص بقى، انتوا بتعشمونا بزياده، وبصراحه بقى انا بحب كده بقى يعني. بص بس ما تعشمناش، فاهم انت؟ فخلينا بقى ماشيين، خلينا ماشيين، لان اللي بيحصل النهارده والله العظيم ما عارف اقول لك ايه. اقول لك على سر. الاهلاويه محروقين قوي ومتضايقين قوي، والاول مره احس ان الاهلاويه بيتمنى النهارده خسارتك، واحس ان الاهلاوي اكتر ما بيتمنى فوزه دلوقتي بقى بيتمنى ان نادي الزمالك يقع. مش عايزك تاخد الدوري، مش عايزك تاخد كونفدراليه، مش عايزك تروح دوري ابطال افريقيا لما تاخد الدوري. فهم معلش سهرناكم. استنى بس اكتب لي في الكومنتات دلوقتي بعد ما تخبط اللايك والشير والاشتراك والمتابعه، اكتب لي معلش سهرناكم يا اهلاويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم. وفيديو عظيم، فيديو جميل، فيديو رائع، فيديو مهم، فيديو فيه كل الصفات الحلوه. ما هو بصراحه يا جماعه انا كنت واثق ان ااحنا نكسب، عشان أنا دايما بشوف الزمالك هيكسب، بس النتيجه دي لا، ما كنتش مصدق. الزمالك نفسه مفتوحه، بص على اللوحه، الزمالك نفسه مفتوحه 4-1. انا بسجل لسه والدقيقه ما جاتش 90. خلاص من الفرحه انا مش قادر، انا لازم انزل اصور فيديو واوريكم الفرحه، ان انا عارف ان الكل فرحان. صوتنا اتنبح مش قادرين نتكلم واحنا فايزين. الفوز النهارده فوز ليه اتجاهات كتيره قوي، فوز مهم جدا بياكد الصداره وبيخليك تفرق 3 نقاط عن بيراميدز و6 عن الاهلي، بيخليك تفرق 3 عن بيراميدز اللي هيبدا يخاف لانه عنده ماتش في افريقيا ولسه عنده متاجل له الماتش اللي هو اول جوله، وبالتالي ان بيراميدز كده انت بتضغطه. الاهلي ما عندوش افريقيا مش زينا احنا، وبيراميدز ما بيلعبش افريقيا، مش هو في الكلام ده، لكن بينضغط اكتر لان بيلاقي دلوقتي ان الفرق 6. طب اعمل ايه مع سيراميكا؟ ما تقلقش يا باشا، ده عندهم غيابات الدنيا وفاهم، هو الاهلي بيه يا باشا، لكن برضه انت بتضغطه جامد. والحمد لله طول ما انت ماشي صح، وطول ما انت بتكسب، طول ما انت بتعدي. عندنا ماتش مهم بقى، الفوز ده مهم ليه؟ فوز معنوي، عشان خاطر انت هتقابل بلوزداد يوم الجمعه اللي جايه، والجمعه اللي بعدها اللي هو يوم 10/4 ويوم 17/4، فهنريح من الدوري شويه، بس عندنا ماتشين مهمين. الجوله الثانيه احنا تقريبا مش هنلعبها في الدوري، فمهم جدا مكسبك ده، فحاجه جميله جدا ومهم جدا الدفعه المعنويه ده، عشان بلوزداد اللي عنده تخبط دلوقتي بسبب المدير الفني بتاعه زي ما اتكلمنا قبل كده في الحلقه. فالحمد لله. لا الحمد، صلوا على النبي كده الاول عليه الصلاه والسلام، واخبط اللايك المتين والشير، واللي مش عامل سبسكرايب على القناه بتاعتي على اليوتيوب مصطفى جابر يعمل، واللي مش عامل متابعه على الفيسبوك، واللي مش عامل متابعه على التيك توك يعمل. شيروا بقى على قد ما نقدر. بعد كده بقى هنرجع على بيراميدز، فده هتبقى ماتش مهم، فعشان كده انا بقول لك الفوز بتاعنا النهارده فوز مهم. ماتش بيراميدز انا بسميه ماتش الدوري، لان وارد ان بيراميدز هيوقع الاهلي، والحمد لله احنا كعبين على بيراميدز، بس برضه ملهاش علاقه، ما ندخلش مطمنين وبطننا بطيخه صفر، لا ماتش زيه زي المصري، ماتش مهم. لو فزت على بيراميدز انت عديت، اعتقد كده خلاص بالسلامه ان شاء الله رب العالمين يعني. ففوز مهم بالنسبه لنا. انبي لنا طار معاه هناكله على دماغه، الاهلي معروف لازم ان شاء الله نكسبه، انت واخد بالك؟ فنستمر على كده يا رجاله، والله العظيم اللي جاي احلى ان شاء الله. السلام عليكم.